السلام عليكم. مرحبا بكم معايا. اليوم بإذن الله حنقدموا طبق تقليدي. هو شخشوخة. الشخشوخة يعني تختلف من كل منطقة لأخرى عندنا حنا في بلد الجزائر. اليوم حنقدم لكم الشخشوخة تاعنا اللي هي من شرق الجزائر، من ولاية ميلا. هذه الشخشوخة خدموها بالسيار، ماشي كيما تاع الضفر ولا تاع البسكره بالنور. تسمى يخدموها بطريقه، وتاع باسنا بطريقه، وقسنطينه بطريقه. حنايا نديروها بطريقه خاصه بينا. المقادير تاع هذه، ماشي المقادير او المكونات تاع الشخشوخه تاعنا، يعني نفس المقادير المكونات، نفس المكونات لاي شخشوخه نديروها في القطر الجزائري. اول حاجه هي السميد يكون رطب، يكون من النوعيه الجيده، وشويه ملح والماء، يعني مكونات تاعها بسيطه جدا. نبداو على بركه الله في تحضير هذه الكيفيه. اول حاجه نجيب قصعه تاعي، هكذا نحط القصعه تاعي هكذا، نفرغوا السميد تاعنا. انا راح ندير كميه قليله برك باش نعطيكم الطريقه كيفاش. نحطوا شويه سميد، شويه ملح، هكذا نبلوها عادي. نبلو الشخشوخه تاعنا، ما تكونش جاريه. كنتي جاريه راح تغلبنا كي نطرحوها. ثم بعقل حتى نسلم العجينه تاعنا. هذه العجينه لازمنا نعجنوها مليح. الشخشوخه لازمها تستعجن مليح ولا ما تجيناش مليحه. في الطياب كي نطيبوها تجينا معجنه. كي نعجنوها مليح ما راحش تطلق لنا الطياب حاكمه روحها، كما نقولوا حنا تجي مريشه. لازمها تستعجن مليح. عفوا قصعه شويه وفرت. زيد شويه ماء. السميد تاعي راهي شرب. هكذا نعجنوها حوالي ربع ساعه. قلت لكم لازمها تعجن مليح.
اللي يحب الشخشوخه تاعو ما تعجنلوش يعجنها مليح. انايا نعجنها 15 دقيقه لازم نعجنها ونشوفوها من بعد كيفاش ولات. ورجعت لكم مره ثانيه. العجينه تاعي راني عجنتها كما قلت لكم ربع ساعه ودرتها هكذا على شكل كريات او قريصات صغار هكذا. ودركا نوليو نحلو هادو الكريات تاعنا ولا القرصات نحلوهم بشويه نشا. لازم احنا نحطوا لها نشا باش تجينا خفيفه، اولا باه ما تلصقناش وثانيا بتجي خفيفه تجينا مريشه. بداو بسم الله. نحلوهم رقاق نطيبوهم في الطاجين تاع الطين تاع الكسره. الشخشوخه هذه غنديروا منها كميات كبيره ونيبسوها نخبيوها. نحبوا نطيبوا الشخشوخه ما ناكلوا الشخشوخه عندنا مخبيه يابسه نفورها ونخدموها جينا سهله. مش كل يوم مش كل مره نحبوا نطيبوا الشخشوخه نخدموها. كما قلت لكم لازم تجي رقيقه، حاولوا كيف تجي كامل كيبدا هكذا ونحطوها تشيح. ما نجيو نخلصوا الكميه اللي عندنا تكون الاولاد الاولين ديجا شاحوا ونبداو نطيبوهم في الطاجين. نزيد لكم وحده كي نطيبوهم في الطاجين بعدا هي سخونه كما نحوها من الطاجين نحكوها في الصياب. من بعد نعزل لكم الصياب خاص بالشخشوخه تاعنا. وكنخليوها تبرد باش نحكوها في الصياب ما تحبش تهبط لنا وتدقدق تجيناش كما نحبوها. هكذا لازمنا كيما طيب سخونه من الطاجين نحكوها. بطبيعه الحال رانا والفنا بالسخانه تاعها، كاين اللي مبتدئات ما يقدروش يحكوا تجيهم سخونه مي حنا والفنا. هكذا انايا نكمل الكميه اللي عندي ومن بعد نشوفوا كيفاش نطيبوها في الطاجين. كما راكم تشوفوا الشخشوخه تاعي راني حطيتها تطيب في الطاجين
راهي طيب لنا هكذا. نقلبوها ما نخليوهاش تحرق، قلبوها كيما نحسوا بها شحت شويه هكذا، قلبوها. هكذا شتو دير فقاعات هذه تنفخ، يعني هكذا راهي الشخشوخه تاعنا راهي ناجحه معجونه مليح هكذا، يعني قسمه تشيح برك ما تخليوهاش تتحرق هكذا. نقلبوها. هادو اللي تحرقت لنا منا نحيهم هكذا. هكذا راهي طايبه الشخشوخه تاعي. نحطها في السيار ونحكها، ندوزو نشوفوها كيفاه نحكوها في السيار تاعنا. دركا نشوفو كيفاش نخدموها في السياره. انا ديجا راني خدمت الاولين باش كون يبردوا لي ما يهبطوليش، وخليت زوج حطيتهم في ساشي باش ما يبسوليش هكذا. هاكم كيما كتشوفوا سخونه هكا. نديرها نعاونها بيدي ونحطوها في السيار حوادي ونهبطوها في السيار تاعنا هكذا. هكذا كما تشوفوا راهي هبطت. الثانيه السيار. شوفوا العيون تاعو يجيو عراض شويه. هكذا نكملوا الكميه كامل تاعنا. هذه هي الشخشوخه تاعنا كما راكم تشوفوا خفيفه. هذه هي النتيجه. واش هي مازالت لنا خطوه اخيره لازمنا نديروها. هذه الشخشوخه كي نخدموها في السيار يكون فيها البت هذاك الرقيق خلاص، ما لازمناش نخليوه هنايا. كي نطيبوها تما نديروها غدا ولا عشاء، هذاك البت اللي صغير دوك تشوفوه راهي الشخشوخه تاعنا كون نخليوه فيها تجينا معجنه. كي نطيبوها تما نفوروها باش نديروها وجبه دوك تشوفوا واش نخدمها هكذا. زيدو نديروها بالسيار هذا شوفوش يزبط من هذاك، ما لازمش يقعد فيها، لازمنا نحيوه. قعدنا غير شخشوخه مريشه هكذا. هذه هي الشخشوخه تاعنا، النتيجه تاعنا الاخيره كما راكم تشوفوا هكذا. نيبسوها ونهار نحبوا نديرو شخشوخه كوجبه غداء ولا عشاء نفوروها ونخدموها. برك ان شاء الله راني ندير لكم فيديو تاعها كيفاش نطيبوها حنا. وتشوفوا شو اللي هبط منها اللي ما لازموش يقعد فيها. هاو هنايا وهذا هذا هو البت، هذا ما لازموش يقعد فيها، لازمنا نحيوه
باه الشكشوخه تاعنا كي نطيبوها غنفوروها ونخدموها باش ناكلوها ما تجيناش معجنه. هذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم. هذيك هذه هي شكشوختنا، يعني نديروها في الاعراس. هذا هو الطبق الرئيسي اللي ما نستغناوش عليه في الاعراس تاعنا، هي شكشوخه، يعني نحبوها كامل. واش نقول لكم، كان هذه هي الوصفه تاع اليوم. اذا كان عجبتكم ان شاء الله يا ربي تعجبكم. كان عجبتكم ما عليكم غير ديروا لي جيم لا فيديو، وباش يوصلكم اي جديد من قناتي ما عليكم الا الضغط على المربع الاحمر مكتوب فيه صابوني او اشتراك. ونتلاقاو على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. باي باي.